السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتي على اليوتيوب مملكة الشيف مها. لو ما اشتركتوش في القناة بسرعة يا حبايب قلبي اشتركوا وفعلوا الجرس. النهاردة جايبالكم صنفين في منتهى الجمال، ما تستغنيش عنهم أبدا لما تكوني رايحة رحلة أو رايحة البحر أو جايلك ضيوف وعندك عزومة. يعني صنفين مفيش اسبوع او اتنين يعدي في كل بيت الا لما تلاقي نفسك عايزه تعمليهم. ايه هما؟ اولا صينيه مكرونه بشاميل وصينيه جلاش باللحمه المفرومه. احنا البورسعيديه بنسمي صينيه الجلاش باللحمه المفرومه امامه، صينيه مكرونه بشاميل وصينيه امامه. هقول لكم طريقه سهله وسريعه لعمل المكرونه البشاميل والامامه. يلا بينا. يلا اعرفكم على الاصناف اللي معانا النهارده كده على السريع. طبعا انا عندي كيسين مكرونه، لفه جلاش، كيلو لحمه مفرومه، كميه جبنه موتزاريلا، الجبنه دي حسب الرغبه. عندي بقى طبعا دقيق، بصل مبشور، بصل متقطع شرايح، فلفل اخضر متقطع شرايح، وطبعا عندي السمنه، سمنه على زيت، والبيض، وكميه صلصه، والبهارات بقى بتاعتي طبعا ملح اساسي، فلفل، قرفه، حبهان، مستكه. بس يعني انا مش محتاجه اكتر من دول في الصنفين بتوعنا النهارده. نبدا كده على طول يا جماعه ونسلق المكرونه. ميه السليق هتحطوا فيها ملح فقط لا غير. يعني في ناس طبعا بتحط ملح وزيت، بس انا ما بحطش زيت. ليه؟ لان الزيت بيخلي المكرونه ما تمسكش في بعض، يعني بيبعدها عن بعض. بتحطي زيت لما تكوني انت بتعملي مكرونه عاديه اللي هي بالصلصه العاديه علشان ما تبقاش معجنه. لكن انا في المكرونه البشاميل ببقى عايزه المكرونه تبقى لازقه في بعض، عايزاها معجنه يعني زي ما بيقولوا. فانا بدات كده الميه اهي على البوتاجاز. حط بقى الملح حسب الرغبه. المكرونه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت لو عدد قليل في الاسره بتعملي كيس واحد كفايه. لو عدد اكتر من خمسة او اكتر يبقى لازم ايه تعملي كيسين. نقلب على طول. اول ما المكرونه تتحط حاولوا ايه تتقلب علشان ما تتكتلش في بعضها كده، تبقى مسلوقه ومتجانسه. بعد كده يا جماعه انا عندي المستكه هنحط فصوص مستكه للحمه المفرومه المعصجه، وبرده هحط كام فص كده للبشاميل. تمام. البصل المفروم بمقام بصلتين، بصله لكل كيس، وعلى طول في الحله وابدا اقلب مع المستكه. يا جماعه بيدي نتيجه هايله جدا. تمام. وهبدا برضو احط الدقيق بتاعي. الدقيق حوالي 8 معالق من دي اللي هي معالق الاكل، 8 معالق دقيق مليانه، 8 معالق دقيق. احطها على طول واحطها وايدي فيها على طول، يعني اقلب. تمام. ايدي تبقى في الحله علشان الدقيق اولا ما يتحرقش وما يعجنش. وطبعا نسيت اقول لكم على اهم صنف يا جماعه اللي هو ايه معايا النهارده، اللي هو اللبن اساسي في الوصفتين بتوعي النهارده. ماشي. انا بقلب الدقيق بحيث الدقيق يا دوبك يصفر، ما تخليهوش غامق عشان البشاميل ما يبقاش لونه غامق. تمام. المكرونه بتحتاج تقلبتين كده يا جماعه في الاول علشان ما تكتلش وعشان تستوي كويس تبقى متجانسه في السوا. وبرده اقلب البصل بتاع اللحمه المفرومه، وابدا اضيف على البصل على طول حبهان، ريحه قرفه، يعني نص معلقه قرفه، حبه فلفل اسود. دي بتنكه البصل وتخليه طعمه جميل جدا في اللحمه المعصجه. يعني بمقام معلقه صغيره. انا بحط الحبهان مفروم، يعني ما بحطهوش فصوص،
لان الفصوص دي بتضايق فيما بعد، بتضايق يعني لو حد اجى ياكل او يقطم مثلا قطمه ويلاقي فيها فص الحبهان، بتبقى حاجه مش لطيفه يعني. الله، ريحه البصله تحفه يا جماعه، وخاصه ان انا بستخدم سمنه بلدي في اكلي. يعني معظم الاكل عندي بستخدم فيه معلقه سمنه بلدي. طبعا انتوا عارفين او زبده فلاحي، طبعا مع الزيت ومع السمنه النباتي الطبيعي اللي انتوا بتستخدموها ايا كان نوعها. انا بحط ميكس يعني من الزيوت ديت وحسب الرغبه، يعني في ناس بتحب معظم اكلها بالزيت. اهو الدقيق، شوفوا لونه يا جماعه، شوفوا لونه ما شاء الله، بدأ يبقى لونه كهرمان كده، يعني اللي هو الذهبي الفاتح اهو. كفايه اللون ده يكفيني قوي. ابدا احط على طول اللبن بتاعي، بسم الله ما شاء الله. اقوم ضايفه اللبن. اللبن يا جماعه يعني طبعا بالتجربه انت نفسك هتقدري كميه اللبن. يعني هو ال8 معالق دقيق مليانه بنستخدم لها حوالي من كيلو لكيلو وربع لبن. انا بقلب، وطبعا مهما قلبتي لازم الدقيق هيكتل معاكي. فطبعا عشان الدقيق ما يكتلش انا بقوم طافيه كده وجايبه الهاند بلندر واديله اديله تقليبه كده في الهاند بلندر، وبعد كده اكمل السوا بتاعه. تمام. طبعا في ناس كتير تقول ايه يعني، طب ما الكل عارف طريقه المكرونه البشاميل. لا بس خلي بالكم ان في بنات ما تعرفش تطبخ نهائي، فلما تلاقي المكرونه البشاميل بطريقه حلوه وظريفه وتتقدم بطريقه يعني تعجبك، اكيد هتعرف تعملها وتتعلم. يعني احنا بنعلم بناتنا، لكن طبعا الكبار اللي زيي وكده ما شاء الله عليهم اكيد حريفه يعني في المكرونه البشاميل. ابدا بقى بالهاند بلندر اقلب. يا جماعه شوفوا لما ضربت بالهاند بلندر القوام بقى تقيل، بقى عامل زي الكريمي. وساعتها بقى ممكن نحتاج ان احنا نزوده شويه لبن على حسب يعني رؤيتك. شوفوا ما شاء الله القوام بتاعه عامل ازاي، تقل معايا، فانا بالتالي هزوده شويه لبن. قيمه يعني نص كوبايه كده اهو. وفي نفس الوقت هطق عليه بيضتين، هحط عليه بيضتين. البصل بدأ يصفر اهو يا حبايبي، البصل بدأ يصفر. قربي، البصل لونه جميل ازاي، مديله اللون ده البهارات اللي محطوطه عليه. ابدأ بقى على طول اضيف عليه اللحمه كامله. يعني اللحمه يا دوبك الكيلو يكفيني صينيه مكرونه بشاميل وصينيه امامه. تمام. طيب ناخد بيضتين ونحط على البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا اول ما تحطي البيضتين على طول تقلبي فورا، تقلبي بسرعه عشان البيض ما يستويش قبل ما يتمزج، قبل ما يدوب في خليط البشاميل، يبقى متجانس. اهو ما شاء الله ما شاء الله، شكله وريحته روعه. طيب ناقص ايه تاني على البشاميل؟ الملح. اضيف بقى البهارات برضو بتاعتي اللي ضفتها على اللحمه المعصبه. حبه قرفه صغيرين، حبه حبهان، وانا طبعا في الاول حاطه مستكه قرفه حبه صغيرين عشان ما يغيرش طعمه. معلقه فلفل اسود، وطبعا الملح بتاعي، وتدوقي الحدق على حسب الرغبه. يعني معلقه ملح كبيره كده كفايه قوي، وبعد كده ادوق واظبط. اطفي بقى على البشاميل، ما بيحتاجش سوا يا جماعه، لان لو فضل على النار اكتر من كده قوامه بيتقل، وانا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه كده بالقوام الجميل ده اهو سايح اهو. دلوقتي سلقنا المكرونه وحطيتها في مصفى، بس زي ما اكدت عليكم ما نحطش عليها زيت،
وفي نفس الوقت ما نغسلش المكرونه المسلوقه، لان الغسيل ده بيضيع النشا بتاعه المكرونه، وانا عايزه المكرونه تبقى ماسكه في بعضها علشان المكرونه البشاميل تطلع لي قطعه سليمه. اللحمه المعصجه قسمتها لجزئين، جزء هستخدمه في صينيه الجلاش وجزء هستخدمه في المكرونه البشاميل. تمام. الجزء اللي هستخدمه في المكرونه البشاميل هحط على اللحمه المفرومه بالطين زي ما حطيت على البشاميل بالطين برضو، واقلب. تمام. هقلب بسرعه قبل ما البيض يستوي في اللحمه. اوكي. والخليط يا جماعه بتاع الجلاش بحط فيه جزء من الفلفل الاخضر اللي عندي ده، اللي انا مقطعاه شرايح صغيره، ولو عندي فلفل الوان اصفر واحمر يكون احسن، بس انا النهارده ما عنديش. اي فلفل عندك تقطعيه كده شرايح وتحطيه على اللحمه بعد ما اتعصجت، يعني ممكن كمان تطفي وتحطي شويه فلفل. وهنا برضو في خلطه المكرونه شويه فلفل. والله يا جماعه بتدي نتيجه في منتهى الجمال وعن تجربه. البصل نفس الحكايه، بصل شرايح بتحطيه على سخونيه اللحمه المفرومه، على السخونيه بس، يعني مش بتقلبيه ولا حاجه، بيبقى طعمه في البق وانت بتقطمي كده القطعه بيبقى في منتهى الجمال. برضو هحط نصه هنا وهحط نصه هنا. تمام. واقلب. يبقى احنا كده جاهزين بالخلطه بتاعه الجلاش صينيه القممه، وجاهزين بالخلطه بتاعه المكرونه البشاميل اهي. البشاميل اللي عندي جاهز، المكرونه اتسلقت، كله تمام. ابدا بقى اجيب بوله كبيره، واحط فيها المكرونه المسلوقه كلها. وانا كنت جايبه يا جماعه معلقتين صلصه، عملتهم بمعلقه سمنه على النار، يا دوبك سيحتهم كده بنقطه ميه ومعلقه سمنه على النار، وذره ملح وذره فلفل اسود، وبحط الكميه دي على المكرونه. في ناس بتحبها بيضه، يعني دي حسب الرغبه. لو انت بتحبي قطعه المكرونه البشاميل محمره شويه بتحط لها معلقتين الصلصه دول، او حبه طماطم سواء معصوره سواء متسبكه او عصير طماطم عادي. شوفوا لون المكرونه بقى عامل ازاي، احنا بنحبها كده حمرا. بقلب كويس وببدا اجيب بقى الصينيه اللي انا هحط فيها المكرونه البشاميل، واحط لها شويه ادام اللي هو زيت على سمنه او سمنه بس، يعني حسب الرغبه، قلنا حسب الرغبه. واوزع السمنه في الصينيه بالطريقه دي. هي طبعا جرانيت يعني اصلا مش هتلزق، بس برضو احتياطي. تمام. واقوم حاطه نص تقريبا كميه المكرونه في الصينيه، نص كميه المكرونه اهو كده. اقلب لان اللي فوق اهي عشان يبقى اللون متجانس، ما يبقاش فيه ابيض واحمر. اهو انا حطيت الكميه دي كده تقريبا نص. ماشي. اوزعها وابدا على طول احط اللحمه المفرومه المعصجه بتاعتي بالخلطه الجميله اللي احنا عملناها، واوزع عشان يبقى التوزيع متجانس، ما يبقاش فيه قطعه فيها لحمه وقطعه تلاقي ما فيهاش. بسم الله ما شاء الله، ريحتها ويعني شكلها في منتهى الجمال. انا من عشاق المكرونه يا جماعه، يعني من عشاق المكرونه في جميع احوالها، سواء ما حتى لو مسلوقه تلاقيني اقعد اخلص نص المكرونه لما اسلقها، او مكرونه عاديه مطبوخه، او مكرونه في الفرن، يعني كل انواع المكرونات تلاقيني ادي فيها على طول. عشان كده مش عارفه اخس، يعني انا بحاول اخس ما بعرفش اخس لاني من عشاق المكرونه. احط بقيه الخليط، قصدي المكرونه، النص التاني من المكرونه، واديها كده توزيعه.
بعملها كده برجها عشان ايه تديني مساحه للبشاميل. بسم الله ما شاء الله. ابدا بقى ايه احط البشاميل على الوش. البشاميل اللي اتبقى يا جماعه ممكن تحطوه في علبه صغيره في الفريزر، وممكن تستخدميه مره تانية لو انت بتعملي مكرونه تاني بالبشاميل، او كوسه بالبشاميل، او بتنجان وفلفل بالبشاميل، او قرنبيط بالبشاميل. يعني البشاميل له استخدامات كتيره جدا ما شاء الله. اوزع كده الصينيه بتاعتي. يعني لو واحده عروسه وشافت الفيديو ده اكيد هتقوم على طول تعمل لجوزها صينيه مكرونه بشاميل، لانها من الاكلات السهله، تعتبر خفيفه، بس هي مش خفيفه في عمايلها، برضو بتاخد غلبه، لكن في اكلها في منتهى الجمال. زي المحشي كده، تقعدي تتعبي وتشتغلي فيه يومين وفي الاخر يتاكل في ثواني ما شاء الله. كل ما البشاميل يبقى طبقه كده يا جماعه كل ما يدي نتيجه افضل، حتى في شكل القطعه نفسها، عشان القطعه ما تبقاش ايه يعني فقيره كده في البشاميل، تبقى غنيه بالبشاميل ما شاء الله. شوف حبه البشاميل يا دوبك بالظبط على القد على القد. اعمل ايه اخر خطوه وبعد كده احطها في الفرن بقى وانساها. بضايه جميله اطقها واربها واحطها على الوش. تمام. دي بقى هي اللي بتدي الطبقه اللي بتاخد اللون اللي على الوش كده، واوزعها بالفرشه. بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا بقى الصينيه دي لما تخرج. انا هحطها في الفرن دلوقتي على درجه حراره 260، وبسيبها لمده حوالي يعني نص ساعه او على حسب الفرن بتاعك. يعني انت بتتابعيها كل شويه وبتشوفي وشها. لو حسيتي ان وشها بدأ يحمر يبقى كده خلاص هي ايه داخله على سوا. تمام. بسم الله ما شاء الله. ده اول صنف عندنا اهو النهارده، صينيه المكرونه البشاميل. هحطها في الفرن ونبدأ نعمل الجلاش. قرب ما تستوي هطلعها وارش عليها الجبنه الموتزاريلا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحده طبعا قادره بالفرن بتاعها. يعني في فرن بيبقى ضعيف وفي فرن بيبقى حامي، فانت من خلال تجربتك طبعا ايه بتكرري يعني درجه الحراره بتاعه الفرن. طيب ده القرد اللي هنعمل فيه الجلاش. ابدا على طول انزل بحبه ادام اللي هو السمنه وعلى الزيت، واوزعه على الصينيه. تمام. وابدا اخد نص كميه الجلاش ارصها. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرد كده لفه الجلاش، هي دي لفه واحده على فكره، يعني حتى لو اجزاء متقطعه ما يهمنيش، بفضل احطها واظبطها. السمنه بس ازود شويه عشان يبقى معايا ايه براح في السمنه. ارص. بسم الله الرحمن الرحيم. طوابق كده طبقه وابدا ادهنها، يعني طبقه واجيب الفرشه اهي وادهنها. لازم بين كل طبقه والتانيه يا جماعه عشان قطعه الجلاش تبقى مورقه يعني ايه باين كده فيها الورق، ما تبقاش ايه كتله كده او يعني مكتله في بعضها. وتكوني حريصه ان اي جزء ما ترموهوش، اي جزء ما ترموهوش، يعني كله ليه استخدام ان شاء الله. حتى الاجزاء الصغيره ممكن تحطيها في النص اهي كده. خلصنا احنا كده تقريبا نص كميه الجلاش. رصيتها رصه حلوه، دهنت بين الطبقات سمنه
اجيب بقى الخلطه بتاعتي اللي هي اللحمه المفرومه بالبصل بالفلفل، واقوم حطاها كلها كده واوزعها. ما شاء الله يا جماعه الاكله دي في منتهى الجمال، هتعجب اولادك جدا جدا. يعني حتى الطفله او البنت الصغيره اللي ملهمش يعني تقول على الاكل او تقول لك ده ما بياكلش ده مش عارفه ايه، الصنفين دول بالذات هياكلوا منهم لما يقولوا بس. والمكرونه ما شاء الله من النشويات، فطبعا ايه بتتخن، يعني لو حد عندها طفل ضعيف او بنت نحيفه او كده جميله جدا المكرونه. يعني في ناس بتجيب وصفات من العطار عشان تتخن. طب وعلى ايه؟ ما انت عندك اهو المكرونه البشاميل والامامه ما شاء الله. وزعت انا خلاص يا جماعه الخلطه، اقوم حاطه الايه الورق بقى الكميه بتاعتي النص التاني بنفس الطريقه، وابدا ايه احط بين كل طبقه والتانيه سمنه واضغط بايدي اضغط. كده خلصت كميه الجلاش اللي عندي. ضغطت الطبقه الاخيره يا جماعه، اخر طبقه ما بحطش عليها سمنه عشان ما تلزقش في يعني وانا بقطعها ما تلزقش في ايدي وانا بقطعها. بضغط كده كويس وابدا اقطع الجلاش قبل ما احطه في الفرن. بقطعه قطع على حسب الرغبه، قطع كبيره قطع صغيره على حسب رغبتي. اهم حاجه انه قبل ما يتحط في الفرن. لو عجبكم يا جماعه الفيديوهات دي يا ريت تشتركوا معايا في القناه، قناه مملكه مها، وتعملوا تفعيل للجرس وسبسكرايب للقناه. قطعت خلاص الجلاش، ادخله واحطه جنب المكرونه البشاميل واطلعه من الفرن بعد ربع ساعه بالظبط. دوبك الصينيه ايه تسخن. بحطه الاول كده بدون اي سوائل، الاول كده يسخن وبعدين اطلعه واقول لكم هنعمل ايه. بسم الله. دلوقتي معايا بيضتين يا جماعه، بيضتين احط عليهم شويه ملح وفلفل صغيرين. هرب البيض اربه كويس قوي، وهحط على البيض اللي انا ربيته ده شويه لبن. هما يا دوبك حوالي كوبايه ونص لبن، لو في قشطه ولا حاجه تبقى جميله برضو. اقلبه كويس عشان يبقى متجانس، وابدا اطلع صينيه الجلاش واسقيها بقى بالخليط الجميل التحفه ده. بسم الله ما شاء الله. شوفوا صينيه الجلاش يعني تحس انها بدات ايه، بصوا بدات تورق، ورق الجلاش اللي فيها بدا ايه ينشف ويورق. فلما انا اسقيه بالخليط ده يتشربوا على طول ويدي نتيجه افضل. بسم الله. ابدا كده ايه، الله سامعين الطشه بتاعته. بيض على لبن على حبه ملح وفلفل بس. بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. يعني يا دوبك السائل يا دوبك يكون لامس الوش علشان ما يبقاش برضو معجن اهو، يا دوبك اللي يستوي عليه. وابدا ادخله تاني الفرن لمده نص ساعه. بسم الله. شايفين بقى الجمال؟ ايه رايكم بعد ما طلعت من الفرن؟ في منتهى الجمال. هنبدا نرش عليها حبه جبنه موتزاريلا. مع سخونيه المكرونه يا جماعه بتسيح جواها وبتبقى روعه، بتدي نتيجه روعه الجبنه الموتزاريلا. طب لو ما عندكيش جبنه موتزاريلا ممكن اي جبنه مبشوره، جبنه شيدر، جبنه رومي، بس هي الجبنه الموتزاريلا بصراحه هي اللي بتدي النتيجه الاحسن يعني. الله. بعد ما بنحط الجبنه عليها بندخلها الفرن يعني 5 دقايق بالظبط، بس عشان ايه الجبنه تسيح وتدخل جواها. يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجرنا من النار وعذابها. بسم الله ما شاء الله. شايفين تدخل بس 5 دقايق يكون ايه، يكون الجلاش هو كمان استوى ونطلعهم الاثنين مع بعض.
وده شكل المكرونه بعد ما طلعت. بسم الله ما شاء الله. شوف جمالها يا جماعه، حلوه قوي قوي قوي، حكايه. ودي الجلاش اهو بعد ما طلع. دلوقتي بقى هقطع لكم واحط لكم في الاطباق، وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه، سبسكرايب في القناه، اعملوا لي لايك، ادوني كومنتات ظريفه، فعلوا الجرس، ويا ريت تشيروا الفيديو في الجروبات. باي.